سريعة، مرتدة سريعة للأمام ويتقدم الآن. الكرة لجوردي وخطيرة، جول جول ليفانتي السنغالي دياوارا سجل وأشعل فالنسيا وبالتالي بابكر دياوارا نعم يأتي ويسجل وبالتالي يتقدم ليفانتي. أنا قبل شوي أقول بأن هذا الفريق صار له 8 مباريات ما فاز في ملعبه. الكرة جميلة في المكان السليم وأخطاء دفاع ريال مدريد تستمر أيضا. الكرة من لمسة أولى، الشباك تهتز للمرة الأولى وبالتالي يسجل ليفانتي عن طريق اللاعب المعار القادم. يطلب من المصور الابتعاد أنخيل دي ماريا من ضربة ركنية ملعوبة، جول ما راح يسكت الريال. تحمل ليفانتي عندما اصطاد الكبير. يأتي الآن الرد السريع وسيرخيو راموس يتقدم للأمام وبالتالي يعالج الكرة الماضية من ضربة ركنية بطريقة ممتازة، يتابعها ويسكنها الشباك وبالتالي ريال مدريد ما يحسب له أن عودته ما طولت كثير. صرخة من الأعماق طبعا لنادي ليفانتي عالية خطيرة، فرصة لليفانتي، بتضيع لا زالت موجودة. جول ثاني المغربي نبيل الزهر كان على موعد مع التاريخ وسجل هدفا ثانيا لليفانتي. يا لها من أجواء في الملعب. نبيل الزهر المغربي الدولي اللي كان بديل وتحول إلى المباراة الكرة الماضية في إصرار كبير من المغربي نبيل الزهر مع أكثر من قميص أبيض ومع ذلك يأتي بالحال في المرة الأولى الإصرار، بعد ذلك في المرة الثانية الكرة بهذه الصورة في شباك أديب. بس اللون الأبيض تكون حقيقة الوفرة دائما، وهذه كرة فيها المرور فيها التقدم لجميلة منقولة جول البديل الشاب الصغير موراتا هذا عاشق شباك ليفانتي. العام هدف الأول بالليغا كان في شباك ليفانتي في هذا الملعب. الله صغير لكن بأسلوب الكبار يأتي ويدرك التعادل بالفعل. شوف أمامه كم مدافع، مع ذلك يتخطاهم ويرسل الكرة. الآن يتقدم للأمام إلى خطيرة في المكان السليم. وصلت الآن كريستيانو سدد جول. هو كريستيانو رونالدو. عجيبة على كريستيانو رونالدو. لا تقولوا هذه صعيبة يا إلهي. هذه مباراة تشاهد مرة ومرتين وثلاث في الوقت القاتل. ما لها إلا كريستيانو رونالدو اللي يضع هذه القوة وهذه الدقة في الكرة الماضية.
مرت من الكل، اصطدت ووصلت، وكريستيانو رونالدو بالتالي يسجل مرة أخرى ويهدي